كل يوم الصبح لما اصحى عشان انزل اعمل قهوه الاقي اليكسا بتقول لي جود مورنينج، تشغل لي بعدها مزيكا نص ساعه ساعه الا ربع، توقف المزيكا اعرف ان الوقت جه ان انا اقوم اجهز وابتدي يومي. بيت ذكي صح؟ سمارت، فله، اوتوميشن، تمام، بس انا طماع في اكتر من كده. هل البيت يقدر مش بس ينفذ الاوامر، لا يفهم وينتراكت وياخد ويدي معايا ويقترح عليا حاجات؟ الموضوع كبير، واحنا عايشين في وقت اعتقد معظم الحاجات اللي في دماغي ممكن تتعمل في البيت دي اي واي او دو ات يور سيلف. وعشان كده قررت ان انا اخلي بيتي اذكى ما يمكن في حدود المتاح، عشان برضو نمانج الاكسبكتيشنز. وهنا جت الفكره، سلسله انا مش عارف هعرف اعملها ولا لا، بس سلسله كل اسبوع اذكى. هركز على 3 روتينز من اهم الروتينز اللي انا بستخدمها يوميا، وابتدي اطور فيها واحسنها واعدلها لحد ما توصل ان هي فعلا تبقى من اذكى الاوتوميشنز او الروتينز اللي موجوده، مش عارف بقى في الوطن العربي ولا فين. طيب عشان احسن الروتين اللي اوريدي شغال دلوقتي، محتاجين ان احنا نبص بص عليه، نشوف فين الاخرام وفين المشاكل، ونبتدي نفكر في حلول ليها. تعالوا اوريكم. دلوقتي المورنينج روتين القديم بتاعي، لو تاخدوا بالكم بقى خلاص ديسيبلد ريتايرد، عفى عليه الزمن. طيب ده كان بيمشي ازاي؟ كنت الاول لما اصحى في مجموعه من الموشن سنسورز بتحاول تلاقيني في البيت في وقت معين، الوقت من 5 ل6 ونص، وبعدين تشغل مورنينج روتين اعمل له اصلا سيت اب في الامازون ايكو سيستم او في الابلكيشن بتاع اللي ما تتسمى، وعلى هذا الاساس يشتغل المورنينج روتين. طيب فين المشاكل؟ اول مشكله ان الموضوع مربوط بموشن سنسورز، والموشن سنسورز على قد ما هي مفيده وكل حاجه بس هي غبيه، والموشن سنسورز عمرها ما هتعرف اذا كنت انا ولا حد تاني اللي عدى قدامها، وبالتالي ممكن الموضوع يبقى تريجرد من اي حد. فدي اول مشكله، ان الموضوع مبني على موشن سنسورز. تاني مشكلة ان الموضوع مربوط بوقت من 5 ل6 ونص. انا كنت حاطط الكونديشن علشان انا عارف ان معظم الاوقات انا اللي بصحى في الوقت فبحاول اعرف الموشن سنسور ان اللي عدى قدامك ده هو العبد لله. بس ده مش شرط يكون صح، لان افرض حد من الاولاد قلق، افرض اي حد تاني عدى، ليه ياخد الاكسبيرينس بتاعت المورنينج روتين عافية؟ فدي تاني مشكلة، الموضوع مربوط بوقت. وديكوا شايفين اهو مثلا في ناس تحت شغاله بنعديها في الصاله، الموضوع تريجرد وتمام. في مشكله تانية، ان في الوقت اللي انا بصحى فيه ممكن تبقى الدنيا ضلمه. ليه انزل على سواد كالح؟ المفروض البيت ذكي يفهمني ويعرف ان الدنيا ضلمه شويه وينور شويه اضاءه علشان ينور لي طريقي. فدي مشكله ثالثه. المشكله الرابعه هي ان الموضوع مظبوط على 30 دقيقه بالشعره. والله بقى انا متاخر، سكه زحمه، محتاج انجز في يومي، هو ما حافظ مش فاهم، هي ال 30 دقيقة هتقعد تسمع مزيكتك وتقرا اخبارك، غير كده ماليش فيه. ففكرة ان البيت يفهم الكونتكست او السياق اللي انت بتتصرف فيه، دي مشكلة رابعة. ناخد حلهم بقى واحدة واحدة ونبتدي نعالج في الروتين ونحسنه لحد ما يبقى اذكى مورنينج روتين في البيت عندك. نبتدي بمشكلة الموشن سنسورز. هل ليها حل؟ ليها حل. بعد قراية لقيت ان في اوبشن حاجة اسمها ESP Presence. ال ESP Presence ببساطة انت بتجيب كمبيوتر تشيب زي دي كده بالظبط، بتقدر ان انت تبرمجها ان هي تقرا البلوتوث سيجنال بتاعه تليفونك انت بس، واول ما تبتدي تحس بيك على اساسها بتقدر تبني الاوتوميشن. طب هل الموضوع صعب وفي كلكعه؟ ما اقدرش اقول ان هو صعب قوي، بس عشان نبقى فاهمين انا هوريكم شويه لقطات من البروسيس. لو عايز تتعمق اكتر وتعمل الكلام ده في بيتك، هسيب لك لينك تحت في الديسكريبشن، هحط عليها كل التفاصيل اللي فيها اللينكات اللي محتاج تروح عليها لو محتاج تداونلود سوفت وير معين، اللي يعمل كود اللي المفروض تاخده كوبي بيست في الفيجوال ستوديو كود بتاعك. الكلام ده كله هتلاقيه موجود في الارتكل، بس انا هوريك انا الخطوات يعني تتالى. طيب علشان اقلب كمبيوتر تشيب لبلوتوث بريزنس سنسور محتاج اعمل ايه؟ اول هام تشتريها، ثمنها رخيص جدا. هنا في الامارات انا بجيب الثلاثه ب 40 درهم باين حاجه كده. انا جايب ادي سيت اوف 3، بتجيبها وبعدين تروح من على جوجل كروم على ESP Presence فيرموير، بيطلع لك الصفحه دي. اول ما بتطلع لك الصفحه دي بتوصلها، لازم يكون ده كيبل USB-C واير، اوكي؟ لو انت هتشتري اليو اس بي سي وتوصله، وانس انك وصلته بتدوس كونكت، تلاقيه هو شافه هنا، تقول له يلا بينا،
انستول اي اس بي بريزنس، امسح الديفايس ونزل عليه انستول، يبتدي يشتغل. ناخد كوبايه قهوه على بال ما هو يخلص. 5 minutes later. وكده انستوليشن كومبليت. اول ما بيخلص الانستوليشن بتاعه بدوس نيكست، بيحاول يكونكت على الواي فاي، انا مش عايزه يكونكت على الواي فاي. اقفل الكلام ده كله واروح عامل ايه؟ اروح شايله من السلك، استنى شويه وارجع اوصله تاني وادوس كونكت، نفس الكلام تاني. بشيل الجهاز بركبه تاني، هنا بدوس على فيزيت ديفايس، بيطلع لي ان انا اسطب السنسور بتاعي. فانا هروح اكتب كل حاجه وارجع لكم. ده بيبقى منظره بعد ما بخلص. اهم حاجه تحط السيرفر بتاع هوم اسيستنت بتاعك، تحط البورت لازم 1883، يوزر نيم وباسورد بتاع الام كيو تي تي. اللي صحيح، هو ايه الام كيو تي تي دوت؟ الام كيو تي تي دوت هو الطريقه اللي السنسور هيتواصل بيها او يبعت سيجنال بيها للهوم اسيستنت بتاعك. لو لسه ما نزلتوش هتروح بكل بساطه على سيتنج اد اونز، هتلاقيه موجود في الاد اون ستور. انا اوريدي منزله زي ما انتم شايفين هنا. ده اسمه MQTT بروكر دوت، اللي هيوصل السنسور بهوم اسيست. التفاصيل كلها كمان مره في اللينك موجوده تحت في الديسكربشن في الارت. وبدوس سيف. اول ما بدوس سيف، لو رحت بعد كده على settings devices and services MQTT، هلاقي الداون ستيرز سنسور بتاعي تمام. طيب بالنسبه للابل شورت كاتس، علشان تحل مشكله التوقيت هروح على ابل شورت كاتس. موضوع بسيط جدا جدا جدا. وابل شورت كاتس دي كنز على فكره. الابلكيشن تفتحه هيفتح عندك اللايبرري، روح على اوتوميشن. من اوتوميشن هتدوس زائد اللي فوق على اليمين ديت، وبعدين هتدوس على الارم. انا عايز الالارم هو اللي يتريجر الاوتوميشن. اول ما الالارم يقف يحصل ايه؟ تروح على كرييت نيو شورت كات، تكتب في الاكشنز هنا هو جيت URL كونتنت، هيبقى فيه لينك هتحطه هنا هو بتجيبه من هوم اسيستنت. برضه هتجيبه ازاي من هوم اسيستنت موجوده في الديسكريبشن في اللينك بتاع الارتكل. بس اهم حاجه تتاكد ان الميثود بتاعتك بدل جت تحطها بوست. ايه الفرق ما بين الجت والبوست؟ الفرق ما بينهم ان انت بدل جت يعني هو بيجيب الحاجه دي من اللينك ويوريها لك، بوست يعني انت اول ما بتعمل التريجر بيبعت اللينك دوت لهوم اسيستنت، فهوم اسيستنت يفهم ان هو يبتدي الاوتوميشن. الاوتوميشن ازاي؟ تعالى اوريكم بقى الاوتوميشن اللي احنا عملنا لها ديسيبل دي فكيناها بكام اوتوميشن والدنيا بقت ماشيه ازاي. الاوتوميشن الغلبانه اللي احنا كنا عاملينها البدائيه فشخ ديت فكيناها ب3 اوتوميشنز. 3 اوتوميشنز دول ماشيين ازاي؟ اول حاجه بنبتدي بان اول ما اللينك دوت يطلع من الابل شورت كاتس يوصل لهوم اسيستنت، هوم اسيستنت بيسويتش اون هيلبر احنا عاملينه جوه البيت بتاعنا. هيلبر ده اسمه مورنينج روتين اكت. اول ما بقفل الالارم بتاع الصبح، شورت كاتس بتبعت لينك لهوم اسيستنت اسمه ويب هوك. الويب هوك ده بيشغل هيلبر جوه هوم اسيستنت. لو لسه مش عارف ايه الهيلبرز وايه استخداماتها وايه مميزاتها، روح اتفرج على هوم اسيستنت من الصفر، هتلاقي شرح كافي ووافي موجود بالفيديو هناك. وكمان بيشغل لمبه الكومودينو اللي جنبي عشان اقوم والدنيا منوره. الاوتوميشن ده بيسلم اوتوميشن تاني اول ما بطلع من الاوضه وابتدي امشي في الطرقه، في ثيرد رياليتي نايت لايت في الطرقه بموشن سنسور، برضو عامل عنها فيديو هيظهر لك هنا. الثيرد رياليتي موشن سنسور بيديتكت حركه فيروح منور اللمبه السهاري اللي في الطرقه ويستنى 5 ثواني وبعدها يروح طافي اللمبه اللي كانت شغاله على الكومودين. وبعد كده يستناني لما انزل تحت ويسلم الاوتوميشن اللي بعده. بعد ما يتاكد ان مفيش موشن يروح هو نفسه مطفي. الاوتوميشن التالت بقى بيطمن ان انا وصلت تحت عشان يبتدي يشغل باقي الحاجات اللي في المورنينج روتين. بيطمن ان انا اللي وصلت تحت ازاي؟ ان هو مبدئيا مربوط بالسنسور اللي انا عملته اللي مربوط بتليفوني. طب لو حد خد التليفون ونزل، ما هو لازم ابقى انا طافي الالارم علشان الهيلبر ده
يفضل شغال. وبعد كده يبتدي يشوف هو النور منور قوي ولا قليل، بيقيس على حسب الإضاءة من السنسورز اللي موجودة في التابلت وموجودة في الموشن سنسور، وعلى أساسه يا إما ينور النور، أو لو أنا صاحي في المتأخر منه النور يفضل زي ما هو وحياتي سعيدة. وبعد كده يبعت مسج لطيفة عن طريق أليكسا تصبح عليا تقول لي صباح الفل، جود مورنينج، وادي البريف بتاعك، ويشغل الأليكسا اوتوميشن او الأليكسا روتين لمدة 40 دقيقة. Good morning, Nina. Here's your morning playlist. وبكده يبقى انا حليت 3 من ال4 مشاكل اللي في الروتين دوت اللي اتكلمنا عليهم في اول الفيديو. لو عايز تشوفني وانا بحل المشكله الرابعه بتاعه السياق والكونتكست والبيت يبتدي يفكر ويفهم ويقترح كمان، سبسكرايب عشان برضه هحلها كمان كام حلقه. سلام.